ولدها كبرها وقراها، ومنين غتوصل 15 سنه هنا غادي يدير معاها شي حوايج اللي منين غتسمعوها العقل ديالكم غيحبس، غتقولوا ما يمكنش هادشي اللي سمعناه انه يكون فعلا وقع على ارض الواقع. الاب ديال ساميه اللي ولدها وهو مازال يلاه عنده 24 سنه، تزوج هو ومرته فاطمه، عاشوا حياه سعيده، ومن بعد 3 سنين من الزواج ديالهم غادي يولدوا ساميه اللي كانت هي الفرحه الاولى ديالهم وكانت هي البكر ديالهم. فرحوا بها بزاف، خصوصا هو فرح بها بزاف، وكان يعني ما يمكنش نهائيا يمشي شي بلاصه بلا ما يدي معاه ساميه، كيفاش وهي البنت الكبيره ديالو وهي اول فرحه ديالو في الدنيا. ساميه كانت بنت اللي مدلله ومفشه، وفي نفس الوقت كانت عزيزه على باها بزاف. الاب ديالها اللي كان شويه صعيبه الطباع ديالو، خصوصا مع المراه ديالو فاطمه الزهراء كانت غير صابره، بحكم ان العادات والتقاليد ديال المجتمع ديالنا العربي تترفض ان المراه تقول لا للرجل واخا يدير معاها شنو ما دار، وقليل اللي غادي يفهمها واللي غيتقبل الهضره ديالها. كان انسان اللي نرجسي مع فاطمه، وكان تيموت على بنته. من بعد تقريبا 50 ديال الزواج غيكونوا داروا 3 ديال الوليدات، ساميه، عادل وخالد، يعني 2 ديال الولاد والبنت. وبالتالي غادي يزيد التعلق ديالو بساميه اللي كانت هي البنت الوحيده من بين اولاده. غادي يفرح بها وغادي يكبرها وغادي يربيها احسن تربيه. غتكون ساميه بنت اللي زوينه بزاف، خدات من الزين ديال باها وديال امها، كان الزين ديالها لافت، وهادشي كان مخلي باها ما يخليهاش تخرج لشي بلاصه الا وهي معاه. وهي تتكبر شويه بشويه تتبان عليها ملامح الانوثه، وعاد ما زالت عاطيه العين. غتوصل 15 سنه ساميه، وهنا غيبداو الخطاب بطبيعه الحال يجيو فيها، لانني كيف ما قلت بنت اللي كانت مميزه في كل شيء. وما نساوش واحد الحاجه، كلمه الحق تقال، حتى في القرايه الكل كان تيشهد على انها كانت بنت اللي مميزه، وبنت اللي دائما تجيب نقاط ممتازه وتتخلي دائما العائله ديالها فرحانه بها. ساميه كانت بنت نموذجيه ومثال للبنيته او للفتاه اللي مربيه واللي تتقرا مزيان واللي زوينه ومهتمه براسها وبالمظهر ديالها. الاب ديالها كيف ما قلت كان نرجسي مع الام ديالها، ضروري اي حاجه طلبها من امها الا وتنفذها وبلا تردد وبلا ما تهضر وما والو. ولكن بنته لا، بنته كان تيبغيها بزاف وعزيزه عليه وما يمكنش يرفض ليها اي طلب. اي حاجه قالتها ساميه فرمشت عين تكون حاضره، وإلا ما كان عنده الفلوس يمشي يتسلف ويتكلف ويجيب لبنته ساميه. المهم البنت غتوصل هنا 16 سنه، وكيف ما قلت كان واحد التعلق بينهم غريب، كان متعلق بها لدرجه كبيره، وفي نفس الوقت حتى هي تعلقت به بدرجه كبيره. واحد النهار وهي جالسه تتبدل حوايجها في بيت النعاس ديالها، انا باها غادي يجي على غفله، وكيف ما قلت ما كانش بيناتهم واحد الحواجز، كان يعني اكثر من اب، كان صديق ديالها وخوها وباها وكل شيء، فما كانش نهائيا يعني تحشم منه ولا تخجل منين تتبدل الحوايج الى اخره. ولكن دابا نسات واحد الحاجه، انها بنت عندها 16 سنه، مراه واجده تبارك الله، ملامح الانوثه باينه عليها، عاد هي كيف ما قلت كانت مميزه على القرينات ديالها. باها غير غادي يشوفها من الباب هكاك صافي غادي يتبدل، ما غاديش يبقى اب، غيشوف فيها بنظره رجل لمراه. اي كيف ما تتسمعوا هنا كلشي غير الموازين غادي تقلب، غادي يبقى يراقبها، غتدخل الطواليت حاشاك وما تدخل الحمام غيبقى يطلع عليها. المهم بالو تشغل مع بنته اللي هي فرايعه في الشباب ديالها، يعني مساله صغيره يلا قالت بسم الله في الدنيا. المراه ديالو بدات تكبر شويه، يعني مراه اللي ولدات وضربات التماره وتكرفصات وربات الوليدات، واكيد كانت قايمه به من مجاميعه، فاكيد الجسد ديالها غيتصاب ترهلات الى اخره. السيد بنت ليه في بنته كما تسمعوا، ولكن الامر ما غاديش يوقف هنا. هاد المساله هادي غتوصل لحوايج اللي فريمون ما غطيحش لكم على البال، فغادي يبقى مراقبها. وواحد النهار غيخلي مرته فاطمه الزهراء غير تنعس، خصوصا مسكينه انها كانت تاخذ الدواء ديال السكر، كانت انسانه اللي مريضه، كيفاش ما غتمرضش وهي عايشه مع نرجسي اللي الكلام ديالو ما خصوش يطيح للارض. المهم غيخليها غير تتنعس، وغيمشي بشويه يفتح الباب ديال بيت النعاس بنته، وهنا غيدخل عندها. وكيف ما قلت البنت مولفه، ما عندهاش مشكل ان با يدخل عندها 12 2 3 د الليل لابسه عريانه، با بروبليم، ما عندهاش مشكله.
غادي يدخل غيجلس حدا واحد الناموسيه وهي ناعسه، يعني بين النعاس والفياق. هنا غتشوفوا بطبيعه الحال راها ناعسه، كانت لابسه اللباس ديال النعاس. هنا غادي يبداو يهضروا شويه يضحكوا حتى غادي توقع الكارثه اللي غيهتز ليها عرش الرحمن. غيحط يدو على بنته وما غاديش يحس براسو الا وهو محتضنها والا وهو تيمارس معاها العلاقه المحرمه كيف ما تسمعوا. والبنت للاسف الشديد عيات ما تقاوم، لكن في الاخر استسلمت للامر الواقع ومشات معاه حتى هي. وهنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، زين المحارم. وشكون هو هذا الاب اللي ولد وكبر وضرب تماره؟ هو اللي غادي يغتصب بنته. هذيك الليله بالضبط غتم يعني غتفقد البكاره ديالها ساميه وما غتلقى ما تقول، لانها اصلا كان عندها واحد الاعجاب بالشخصيه ديال الاب ديالها كرجل قبل ما يكون اب ديالها. فالامور مشات هكا، ولكن نهار على نهار حست بالندم. ولكن هو للاسف الشديد غادي يتمادى وعاد ما غادي يعجبو الحال، وغادي يشوف ان بنته هو الاولى بها. والطامه الكبرى انه لكل ليله يخلي مرته تمشي تنعس وهو يجي عند بنته بطبيعه الحال يمارس معها وكانها ماشي بنته وكانها امراه. غتبقى الامور هكا واحد النهار، ومنين غتوصل هي 17 سنه ساميه، يعني تقريبا واحد العام ديال العلاقه المحرمه وعلاقه زنا المحارم، غادي تمشي لعند ما فاطمه الزهراء وغتبكي عليها وغتقول لها ماما بغيت نقول لك واحد السر، ولكن بابا لصق لي الخبر راه غادي يقتلني، فغنقول لك هذا السر هذا باش تعاونيني كيفاش نخرج منه. والمشكله كيف ما قلنا هو انه في ذاك العام هذا كانوا تيجيوها الخطاب وكل مره تيرفض، مع ان العريس تيكون كامل من مجاميعه بدارو بطوموبيلته بخدمته بعائله محترمه وكل شيء، هو تيرفض. دائما تيقول بنتي بغيت ليها ما احسن، كيف ما قلت بنيته زوينه. الام صدقاتو ما حسب ليهاش راه البنت راها طايحه مع باها. هنا غتمشي البنت لعند امها وغتبكي عليها وتقول لها بابا راه تيغتصبني وبابا راه داخل معايا في علاقه اكثر من عام. هنا فاطمه الزهراء نتوما شنو غتوقعوا غدير؟ بزاف منكم اللي غيقول راه غادي توقف في وجهه وغتنوض تغوت، ولكن للاسف الشديد السيده خايفه منه. فهنا قالت لها سكتي الا ساقينا الخبر راه غادي يقتلنا بجوج بينا. البنت هنا تصدمات من ردة الفعل ديال الام ديالها، وهنا حاولت ما امكن على انها تسكت وعلى انها تستمر في داك العلاقه، وفي نفس الوقت راها تنتقم من امها اللي خلاتها ضحيه للاب ديالها. يعني حاجه لا يتقبلها العقل، كيفاش ان الام تكون عارفه ان بنتها طايحه مع باها وتسكت وتعيش حياه عاديه، وكل ليله كانت تحس به هو غادي عند بنته. بقات الامور غاديه بحال هكا. البنت غتوصل 18 سنه، تصوروا انها منين عندها 15 سنه حتى ل 18 سنه وهي مع الاب ديالها في علاقه زنا المحارم وفي علاقه حرام. والاب المشكله الكحله ان السمعه ديالو تهرس الحجر، كلشي تيشهد ليه بانه انسان اللي مثقف وانسان اللي واعي والله يعمر ليه الدار وانسان اللي ما شاء الله مهلي في ولادو وما فيه ما يتعيب. وكيف ما تنقولوا الفقيه اللي طلبنا بركته دخل الجامع ببلغته. ما علينا، بقات الامور هكا حتى لواحد النهار وهو مع بنته غادي يشوف واحد الحاجه، يشوف ان بنته كل ساعه تتنوض عزكم الله للطواليت باش ترد. هنا غادي يسولها شنو فيك، غتقول له انا راه مريضه تنرد الى اخره. هنا هو سبق انه شاف المراه ديالو تتوحم فقال لها اكيد انت حامله، غديها للطبيب وغادي يكشف عليها. وللاسف الشديد غادي يتم فعلا الطبيب غيقول لهم راها حامله وعندها شحال 5 شهور كرشه ما بيناش. نتوما عارفين الحمل الاول تيكون كريشه صغيره والامور ما بيناش بزاف. هنا غادي يرجع للدار وغادي يقول لها خاصك تطيحيه، هو يسد الباب وغيبقى يضرب في كرشه باش تطيح داك الجنين، لكن للاسف الشديد داكشي اللي في كرشه ما غاديش يطيح. وهذا الشيء امام مراه ومسمع الام ديالها فاطمه الزهراء، هذه ما عرفناها واش ام ولا عدوه، ما فهمنا منها حتى حاجه. بقات الامور بحال هكا، يعني تيحاول وتيفكر كيفاش انه يتخلص من داك الجنين، لانه دابا شنو ولا تيفكر في الفضيحه اللي شنو غيقولوا عليه الناس. ويلي اب نعس مع بنته وحملها، داك البنت او داك الولد اللي غادي يولدوا بنته واش ولدوا ولا ولد بنته. الامور مخلطه معلكه مزلكه. اشنو غيدير؟ واحد النهار غينوض الصباح بكري غيتوضى السيد وغيمشي للجامع يصلي زعما وكأيها الناس متدين، يرجع يقول لمرتو غتهزي ولادك وغتمشي لداركم، عندي شي حاجه ضروري خصني نقضيها.
البنت غير غتشوف امها هزات خوتها ومشات لعند جداتها غتعرف ان القضيه فيها ان. المهم ما غطيحش لكم البال شنو غادي يدير السيد ما شاء الله عليه، الخدمه ديالو ولا الحرفه ديالو النجار. شنو غيدير؟ غيمشي لجوجل لعمي جوجل وغادي يقلب على طريقه كيفاش يجهض بنته، ومن بين الطرق اللي لقى هو انه يدير لها عمليه جراحيه وانه يستخرج الجنين. ايه شاف المراحل ديال العمليه كامله باش تعرفوه انسان اللي على قد الحال، من نجار لطبيب وطبيب جراح ماشي اي طبيب. المهم غيمشي يشوف الفيديو من الاول حتى الاخر، غيمشي للصيدليه ويشري الخيط وغادي يشري الابره وغادي يشري يعني واحد المنوم وغيشري الفوسمون وغيشري كل شيء على اساس ان السيد راه عنده عمليه جراحيه ديال بنته. ما علينا، غيمشي للدار بطبيعه الحال غادي يعطيها واحد المنوم. هنا هي غتنعس غتغيب، المنوم داروا بلاص البنج. فشنو غادي يوقع؟ غادي يفتح ليها كرشها وهي ناعسه، يفتح ليها كرشها ما حاسه حتى شي حاجه مسكينه مرفوعه. غيحاول انه يجبد ليها داك الجنين من الرحم ديالها وغيشد البرا والخيط وغيبدا يخيط. غيبدا يخيط عادي، تيخيط بحال شي بردعه ولا تيخيط شي ساك مقطع ولا ما نعرف شنو. ما حسابيش راه بنادم، راه كرش بنادم هذيك. ما علينا، فتح ليها كرشها وكما فتحها غيبدا يخيط، جبد داكشي حطوه في واحد الميكا ديال الزبل حاشاكم وغادي يكمل الخياطه ديال الكرش. وهنا البنت غتبدا يعني اثنين غتبدا تفيق، غتبدا تغوت، ولكن ماشي داك الغوات يعني مهدود، واحد مريض كرشه مفتوحه والدمايات سايله. هو قال الدم غيحبس يعني غيسالي لوبيراسيون غيخيط الدم غيحبس. ما حسبش هذيك راه عمليه جراحيه من عند نجار. غيعيا ما يحاول انه يسد داك الجرح، ما غاديش يبغي يتسد الجرح، كرشها مشرقه يعني هي ما خيط فيها. شنو غيجيب؟ القهوه التحميره الابزار كلشي غيحاول يغلق داك الجرح بحال السيده راه مفلقه ضربه شي حد بحجره وغيسد ليها التقوى. ما علينا، غيهزها بحال هكاك وغيديها الناموسيه وغيحطها وغيغطيها. منين غيجي باش يقاد الكوزينه غتكون مرتو رجعات. هنا غترجع غتلقى الدمايات في الكوزينه غتبقى تغوت وهكا عباد الله تقول الروح. مهم الجيران غادي يجيو، كلشي غادي يجي لتما كاينه، وهنا غتكون الصدمه. غادي يجيو رجال الامن بطبيعه الحال البوليس، منين غادي يجيو غادي يدخلوا يشوفوا شنو كاين. المراه غتحكي لهم كلشي، راجلي مع بنتي حملت منه دار لها عمليه جراحيه باش يحيد البيبي من كرشه بكل بساطه، عاودت ليهم كلشي. هو غيعترف بكل شيء. والمصيبه الكحله هنايا هو ان البنت ماتت الله يرحمها. غيهزوها المستعجلات على امل انهم ينقذوها، ولكن غيلقاوها توفات متاثره بداك الجراح البليغ على مستوى الرحم وعلى مستوى البطن ديالها. بالتاكيد غادي يحاولوا انهم ينقذوها ما غاديش يقدروا، وهنا غياخذوا الاقوال ديالو اكيد غادي يعترف. وهنا غادي تكون يعني الصدمه ديال رجال الامن وديال الناس اللي كانوا عايشين معاهم تما. كاينه بنت اللي 18 سنه ضيعت 3 سنين من العمر ديالها مع الاب ديالها، حرمها من انها تعيش حياه عاديه ومستقره بحال كاع البنات. زينها كان نقمه عليها ماشي نعمه. والام ديالها المدلوله اللي كانت فعلا ساكته. يعني الام ممكن تسمع، ممكن ترضخ النرجسيه ديال الرجل في بزاف الحوايج، ولكن باش ترضخ ليه في حال هاد الحوايج هادو فحاجه صعيبه وحاجه صعيبه بزاف، ما يمكنش حتى شي واحد يتقبلها. الغريب في هذه القضيه هذه هو ان اول حاجه هذه الجريمه وقعت في دوله من الدول العربيه، تم الحكم عليه هو بالاعدام بطبيعه الحال وبالمؤبد، واثناء يعني قضاء ديالو عقوبه سجنيه تقريبا غير 3 شهور من بعد الحكم عليه فغادي تصاب مرض السرطان على مستوى المعده وغادي يتوفى. ولكن المراه ديالو ما حكموا عليها بحتى شي حاجه، يعني خرجت بحال الشعره من العجين. مع العلم انني اراها شريكه في هذه الجريمه هذه لانها مسؤوله على البنت ديالها ولانها كانت عارفه واعترفت على